السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على أحباب الله، السلام على جند الله، السلام على أنصار الله، إخواني وأخواتي في بقاع الأرض كلها. الحقيقة أن هذه الحلقة تباعا كما وعدتكم في الحديث عن إمام آخر الزمان. الحقيقة أن هنالك الكثير والكثير يتابعونني من أقطار شتى، من المغرب مثلا، ذلك من الشيوخ والعارفين، من مصر أيضا، من هنا من تونس، من المدينة المنورة، من الشام أيضا. ففيه من سألني حقيقة وهو يتابع هذه القناة، فقال لي: هل لك شيء ما مما يتحدث فيه هو ألغاز ابن عربي، محي الدين ابن عربي؟ فحول هذا الرجل اختلافات كثيرة، فهنالك فرق تتهمه بالزندقة والكفر وما إلى ذلك. حاشا لله، أنا أقول في هذا الرجل: من لم يفهم هذا الرجل، من لم يستوعب، من لم يفك تلك الألغاز الموجودة في رباعياته وفي كلامه وفي آدائه وفي طريقة تعبده لله سبحانه وتعالى وتقربه لله، من كان جاهلا لا يفهم تلك الألغاز ولم يقم بفك تلك الرموز التي تحدث فيها الشيخ محي الدين ابن عربي، نعم، فلن يفهم محي الدين ابن عربي، وسيتهمه كما اتهم سقراط من قبل، يعني بالزندقة والكفر والهرطقة وما إلى ذلك، وكما يتهمونني أنا أيضا يعني مهرطق ودجال وما إلى ذلك. لذلك دخلت في هذا الموضوع خصيصا ولن أطلب فيه كثيرا، ذلك ليعلم العديد والعديد من المشاهدين الأفاضل، إخواني وأخواتي في كل مكان، ما سبب تلك الهجمات وتلك الغيرة وذلك الحقد الدفين في صدور العديد الذين في الحقيقة فيهم من هم على يقين بما كتبه ابن عربي، مثلا في الفتوحات المكية مثلا، سنأتي على ذلك. ستعلمون حقيقة تباعا عبر هذه الحلقات، وهذه الحلقة الثانية، نعم، أسباب تلك الضغينة والشحناء والبغضاء، وأسباب التي تجعل من أولئك الباحثين على إمام آخر الزمان أنهم عندما يبحثون في النبوءات القديمة، نبوءات كثيرة في الحقيقة، حتى أنها في الأسفار وفي الأصحاح أيضا موجود كله موجود. ستعلمون ما هي الأسباب التي تجعلهم ينفجرون هكذا ويهاجمون. الحقيقة أني سأبدأ مباشرة في الحديث عن الكشف والتجلي والارتقاء. كنت قد قدمت حلقات هي على قناة السر الأعظم علم الكتاب 2021، على قناة يرقات أمل، كثير من القنوات التي هي في الحقيقة تنزل وتسجل فيديوهاتي وتسجلها وتنزلها على يوتيوب. فبمجرد أنك تضع مثلا السر الأعظم علم الكتاب سيخرج لك يعني تلك القناة وتتابعها. ففي الحقيقة تكلمت فيما سبق عن طريقة استعمال الأوراد الستة، وهي معلومة منذ سنة وأكثر من سنة تقريبا. قدمت حلقات عن تجزئة القرآن إلى أوراد 6 بحسب 6 أيام: الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، 6 أوراد. هذه الأوراد وراءها أسرار كبيرة جدا، وسنبدأ تباعا يعني نتحدث في أسرارها في التاريخ الزمكان، وأسرارها أيضا في الكشف مثلا والتجلي والارتقاء. يعني في الحقيقة لتبسيط هذا الموضوع سأتحدث عما كان يقوم به محي الدين ابن عربي والعديد من العارفين بالله من ذي قبل. نحن نقول العارفين بالله، هم يسمونهم أيضا العارفين بالله. هنالك العديد سنأتي على الكثير فيهم، وليس محي الدين ابن عربي فقط. الحقيقة وأن محي الدين ابن عربي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، نعم، كان يعتمد طريقة في التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى. كان في الحقيقة يتلو القرآن، نعم، فيقوم بالقيام، قيام الليل، يوم الأحد ويوم الأربعاء،
نعم، كان يقوم الليل يوم الأحد والأربعاء. والورد الذي هو من المستحسن أن تعتمده في هذه الأيام هي أوراد هذه الأيام. لا أعلم حقيقة إن كان محي الدين ابن عربي كان يعتمد تلك الأوراد أم لا، لكن الثابت أنه كان يقوم قياما الأحد والأربعاء، ثم بورد الاثنين والخميس، صياما الاثنين والخميس كما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام الاثنين والخميس، ثم يعتكف في الثلاثاء والجمعة. وبذلك ماذا يترتب عن هذه الطريقة الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى؟ أنه يدخل مجال الكشف والتجلي والارتقاء، فيرى ما لا يراه غيره من العابدين لله، نعم، إلا القليل طبعا. فهذه الطريقة شرحتها فيما مضى في حلقات عديدة، قرابة 4 حلقات، وأنا أتكلم عن الأوراد الستة وسر الأوراد الستة وما إلى ذلك، ولعل العديد اعتمدها، نعم، واكتشف فيها عديد الخصوصيات الرائعة، نعم. فسميتها سر الأسرار في كتاب الواحد القهار. سنفك رموز محي الدين ابن عربي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته إن شاء الله. لهذا فهذا الإمام عندما ذهب إلى مكة، لا أدري إن كانت في حجة أو في عمرة، كان قد قام بالقيام والصيام والاعتكاف في بيت الله الحرام، فتجلت له عديد الأشياء، نعم، ما يسمى برفع الحجاب، أن يرفع الحجاب، نعم. هذه الطريقة أنا لست من الصوفية حقيقة، وأصلا أنا لا أنتمي لأي جماعة من الجماعات أو مذهب من المذاهب. أنا حتى من يقول عني قرآني، فأنا لا أقول عن نفسي قرآني، فأنا أتبع السنة أيضا، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الصحيحة التي هي تتوافق مع كتاب الله، نعم، وليست تلك الأحاديث الموضوعة أو التي هي في الأساس مدسوسة، كحديث يقال فيه أن مثلا ملك الموت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر، نعم، فسأله: إن كنت تريد أن تبقى حيا وأتركك، أو تريد أن تلتحق بالرفيق الأعلى؟ في الحقيقة وأن أي إنسان يدخل في مرحلة الاحتضار لا يستطيع حتى أن يحدث غيره ومن هم جواره، نعم. ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قضى أجله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ففي الحقيقة كيف تتوقع وتتصور أن إنسانا فارق الحياة، فهل عاد بعد الموت وتحدث بذلك الحديث أو قال لأصحابه ما إلى ذلك؟ لا. وما جعلنا من قبلك الخلد أفإن مت أفهم الخالدون؟ لا. وبشر الله سبحانه وتعالى بلقاء رفيق الأعلى، لقائه في قوله سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والله سبحانه وتعالى يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرونها. أي إنسان عنده أجل معين لا يستقدم ساعة ولا يستأخرها، ذلك حكم الله سبحانه وتعالى في كتاب لا يزيد في عمره من شيء أو ينقص إلا في كتاب. هذا كتاب الله سبحانه وتعالى. فأحاديث حقيقة وضعت، لا أدري كيف وضعت وما الغاية منها وما الفائدة منها، لا ندري. فنحن سنتحدث بكتاب الله سبحانه وتعالى، لكن ما المشكلة أننا نبحث في المأثور عن العارفين بالله سبحانه وتعالى. فهذه الطريقة التي كان يعتمدها، نعم، محي الدين ابن عربي. نزولا عند رغبة العديد وخاصة أحبابي في الله المتابعين لي، نعم، نتحدث عن فك أسرار وشفرات في أقوال محي الدين ابن عربي. فهذا الرجل الفاضل، نعم، عندما زار بيت الله سبحانه وتعالى وتكشفت له عديد الأشياء، بعدها مباشرة كتب كتابا إلى من؟ إلى الشيخ عبد العزيز المهدوي،
لماذا؟ لماذا لم يكتب مثلا لأمير في العراق أو في الشام أو هناك في الحجاز أو في مصر، وكتب هذا الكتاب إلى عبد العزيز المهدوي ومقره في المهدية في تونس، المهدية في تونس، ولمدينة المهدية قصة في تأسيسها وتسميتها بالمهدية، وعلى أساس الحديث والأحاديث حول المهدي المنتظر. فكانت هذه الرسالة هي عبارة عن أشعار رباعيات جميلة ورائعة، كانت ملغزة وكانت فيها أشياء نعم عبارة عن أسرار، عبارة عن أسرار. فلماذا كتب إلى الشيخ عبد العزيز المهدوي؟ نعم، ذلك لأن ما رآه في كشفه وتجلي كان حقيقة نعم يهم الناس في تونس، لعل الكثير والكثير في اليمن، في مصر، في المدينة المنورة، في الشام، في المغرب خاصة سيقولون ماذا تريد أن تقول؟ ابن عربي هو من كتب منذ 859 سنة. أنا لم أكن موجودا حينها ولم أكن أملي على ابن عربي ماذا يكتب، فكتب هذه الرسالة شعرا يقول وهو في بيت الله: لما انتهى للكعبة الحسناء جسمي وحصل رتبة الأمناء، وسمى وطاف وثم عند مقامها صلى وأثبته من العتقاء. من قال هذا الفعل فرض واجب ذاك المؤمل خاتم النبأ، ورأى بها الملأ الكريم وآدم قلبي فكان لهم من القرناء. الحقيقة وأن هذا الشعر وهذه الأبيات وهذه الرسالة أصلا طويلة، ولكي نربح الوقت ونذهب إلى حديث ابن عربي عن آخر الزمان، نعم، وما سبب هذه الرسالة التي قال فيها أشياء ملغزة. يقول: وإذ كان بحجبهم بظلمة تينه عمى حوته من سنى الأسماء، وبدا بنور لا يعاين غيره لكنهم فيه من الشهداء. أن كان والدنا محلا جامعا للأولياء معا وللأعداء. ها هنا في هذه الأبيات يتكلم عن سيدنا آدم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سنذهب ونتحدث ونتلو نقرأ الأبيات التي يتحدث فيها عن آخر الزمن. يقول: لما رأى هذه الحقائق كلها معصومة قلبي من الأهواء، نادى فاسمع كل طالب حكمة يطوي لها بشميلة وجناء، على الذي يرجو لقاء مراده فيجوب كل مفازة بيداء. ثم يقول: يا راحلا بقص المهامة قاصدا نحوي ليلحق رتبة السمراء، قل الذي تلقاه في هجراني عني مقالة أنصح النصحاء، واعلم بأنك خاسر في حيرة لما جهلت رسالتي وندائي. فلتحاولوا أن تفهموا المقصود منها. إن الذي زلت أطلب شخصه ألفيته بالربوة الخضراء. إن الذي ما زلت أطلب شخصه ألفيته بالربوة الخضراء،
البلدة الزهراء بلدة تونس، الخضرة المزدانة الغراء، بمحله الأسنى المقدس تربه، بحلول ذي القبلة الزوراء، في عصبة مختصة مختارة، من صفه النجباء والنقباء، يمشي بهم في نور علم هداية، من هدية بالسنة البيضاء، والذكر يتلى والمعارف تنجلي، فيه من الإمساء للإمساء، بدر ل14 لا يرى أبدا منور ليلة قمراء، وابن المرابط فيه واحد شأنه، جلت حقائقه عن الإفشاء، جلت حقائقه عن الإفشاء، وبنوه قد حفوا بعرش مكانه، فهو الإمام وهم من البذلاء، فكأنه وكأنهم في مجلس بدر تحف به نجوم سماء. وإذا أتاك بحكمة علوية، فكأنه ينبئ عن العنقاء، فألزمته حتى إذا حلت به أنثى لها نجل من الغرباء، حبر من الأحبار عاشق نفسه، سر المجانة سيد الترفاء، من عصبة النظراء والفقهاء، لكنه فيهم من الفضلاء، واف وعندي للتنقل نية، في كل وقت من دجى وضحاء، فتركته ورحلت عنه، وعنده مني تغير غيرة الأدباء، وبدا يخاطبني بأنك خنتني في عترتي وصحابي القدماء، وأخذت نائبا الذي قامت به داري، ولم تخبر به سجرائي، والله يعلم نيتي وطويتي في أمر تأبه، وصدق وفاني، والله يعلم نيتي وطويتي في أمر تائبه، وصدق وفائي، فأنا على العهد القديم ملازم، فوداده صاف من الأفذاء. ومتى وقفت على مفتش حكمة مستورة في الغضة الحوراء، متحير متشوف، قلنا له يا طالب الأسرار في الإسراء، أسرع فقد ظفرت يداك بجامع لحقائق الأموات والأحياء، نظر الوجود فكان تحت نعاله، من مستواه إلى قرار الماء، ما فوقه من غاية يعنو لها إلا هو، فهو مصرف الأشياء، ليس الرداء تنزها وإزاره، لما أراد تكون الإنشاء، فإذا أراد تمتعا بوجوده من غير ما نظر إلى الرقباء، شال الرداء فلم يكن متكبرا، وإزار تعظيم على القرناء، فبدا وجود لا تقيده لنا صفة ولا اسم من الأسماء. إن قيل من هذا ومن تعني به، قلنا المحقق آمر الأمراء، شمس الحقيقة قطبها وإمامها، سر العباد وعالم العلماء، سر العباد وعالم العلماء، عبد تسود وجهه من همه، نور البصائر خاتم الخلفاء، سهل الخلائق طيب عذب الجنى، غوث الخلائق أرحم الرحماء.
جلت صفات جلاله وجماله وبهاء عزته عن النظراء، يمضي المشيئة في البنين مقسما بين العبد الصم والأجراء، بين العبيد الصم والأجراء. ما زال سائس أمة كانت به محفوظة الأنحاء والأرجاء. شرى إذا نازعته في ملكه، أري إذا ما جئته لحباء. صلب ولكن لين لعفاته، كالماء يجري من صفا سماء. يغني ويفقر من يشاء، فأمره محيي الولادة ومهلك الأعداء. لا أنسى إذا قال الإمام مقالة عنها تقاصر أفصح الخطباء. كنا بنا ورداء وصلي جامع لذواتنا، فأنا بحيث ردائي. فانظر إلى السر المكتم درة مجلوة في اللجة العمياء، حتى يحار الخلق في تكييفها عينا كحيرة عودة الأبداء. عجبا لها لم تخلفها أصدافها، الشمس تنفي حندس الظلماء. فإذا أتى بالسر عبدا هكذا، قيل اكتبوا عبدي من الأمناء. أن كان بيدي السر مستورا، فما تدري به أرضى فكيف سمائي. تدري به أرضي فكيف سمائي. لما أتيت ببعض وصف جلاله، إذا كان عي واقفا بحذائي. قالوا لقد ألحقته بإلهنا في الذات والأوصاف والأسماء. فبأي معنى تعرف الحق الذي سواك خلقا في دجى الأحشاء. قلنا صدقت، وهل عرفت محققا من موجد الكون الأعم سواء. فإذا مدحت فإنما أثني على نفسي، فنفسي عين ذات ثنائي. وإذا أردت تعرفا بوجوده، قسمت ما عندي على الغرماء. وعدمت من عيني، فكان وجوده فظهوره وقف على إخفائي. جل الإله الحق أن يبدو لنا فردا، وعيني ظاهر وبقائي. لو كان ذلك لكان فردا طالبا متحسسا متجسسا لثنائي. هذا محال، فليصح وجوده في غيبتي عن عينه وفنائي. فمتى ظهر إليكم أخفيته إخفاء عين الشمس في الأنواء. فالناظرون يرون تنصب عيونهم سحبا تصرفها يد الأهواء. القصيدة حقيقة طويلة بعض الشيء، لكنها هنا بهذه الأبيات التي تحدث فيها وكتبها ابن محي الدين ابن عربي، ووجهها لعبد العزيز المهدوي في المهدية في تونس، وذكر تونس صراحة، وتحدث عن شخصية آخر الزمان. أقول لكم أحبابي في الله أن بحسب ما ذكره محي الدين ابن عربي، وقد يكون مخطئا، والعلم لله، فهو تحدث عن إمام آخر الزمان. نعم، هذه صراحة. لمن يبحث عن هذا الإمام، من أين وكيف يأتي وما سره، فقد أجابكم محي الدين ابن عربي. العديد من القنوات يتبعون أشعار وكتابات محي الدين ابن عربي، لكن عندما يقفون على نقاط واضحة تبين لهم ما هو البلد المقصود بخروج إمام آخر الزمان وخليفة آخر الزمان. يقول أيضا أن من سينصبه، نعم، أشخاص بعينهم يكونون
أوتادا ليس كمثلهم أوتاد، آتاهم الله العلم والبيان. نعم، هذا وتحدثنا فيه في الحلقة السابقة. فما المشكل؟ ما المشكل أن يكون تونسيا أو جزائريا أو مغربيا أو ليبيا، أو يكون مصريا أو سودانيا، أو يكون حجازيا، أو يكون من أي دولة من الدول الإسلامية، أو حتى يأتي من أمريكا. الله يخلق ما يشاء ويختار. ها قد علمتم سببا من أسباب الهجمات على هذه القناة. سنواصل في حلقات قادمة إن شاء الله توضيحا لعديد الحقائق في كتاب ربنا سبحانه وتعالى من خلال المأثور عن العارفين بالله أمثال محي الدين ابن عربي. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.